اهم حاجه في اليوم ده نفسها. تعملي الميك اب للعروسه وبتبقى الناس معاها في الاوضه او في البيت او ايا تمام. يكن المكان. تمام. تقولي لهم ايه؟ بصي، هو انا نصيحتي للعروسه الاول ان هي اهم حاجه في اليوم ده نفسها. يفضل ان بالكتير قوي يكون معاها فرد او اتنين، بحيث ان هي ما تتوترش، وبحيث ان هي يبقى ليها راي لوحدها. يعني عشان كل واحد فيهم هيبقى ليه راي، فبالتالي هيبتدي يوترها، فبالتالي هي هتطلب طلب غير اللي هي كانت عايزاه في الاول. غير كده ساعات بيعملوا مشاكل في المكان نفسه، فيفضل ان العروسه مثلا يبقى معاها فرد او اتنين بالكتير قوي من الناس القريبه ليها. ايه اكتر حاجه يعني مريتي بيها مع عروسه ضايقتك؟ مش ضايقتني، فكره بس ان في عرايس مثلا بيبعت لها رولز بعد ما بتحجز معانا، فهي ما بتتبعش الرولز اللي بتتبعت لها، فانت بتتبعي الرولز دي عشان خاطر تطلعي باللوك اللي انت عايزاه في اخر اليوم. فمثلا في عروسه جات لي وشها محروق، اللي جات لي وشها متقطع خالص، فانت لو تبعتي كل اللي احنا بنبعته لك فده هيديكي النتيجه اللي انت طالباها في الاخر. جت عروسه حبت هي بقى اللي تعمل ميك اب لنفسها، عشان كده بقول لك ده سؤال صعب لانه نادر. ايه النصايح؟ مش جايبه ميك اب ارتست يعني؟ مش جايبه. تمام. في ناس تقول لك لا انا بحب اعمل حاجتي بنفسي. تمام، مفيش اي مشكله خالص. دي بقى تنصحيها بايه؟ انصحها بايه؟ هتجيب مثلا الحاجات البسيطه خالص، مش طبعا هتسكيب موضوع الفاونديشن. الاي شادو مثلا ممكن تحط لون او اتنين ما تغمقش قوي، لان الدرجات الغامقه مش هتعرف تدمجها لو هي مثلا مش متعوده على الدمج. بس اهم حاجه ان هي تثبت كويس قوي، يكون عندها لوز باودر، لان دي اهم حاجه بتثبت معاكي الميك اب. بس تبتدي برضو تحط الدرجات الخفيفه، زي ما بقولك بلاش الدرجات الغامقه قوي، لان هي مش هتعرف تدمجها كويس على البشره.